الفضاء مكان ملوش نهاية، ملهوش ملكة باللغة الشعبية، وده لأنه مكان كبير لأقصى درجة ممكن تتخيلها، ولسه لحد دلوقتي مفيش حد يقدر يشرح أو يستوعب مدى حجم العالم العملاق ده. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن حاجات ما كنتش تعرفها عن الفضاء. ولو انت أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلك فيديوهاتنا الجاية كلها. طول عمرنا واحنا عايشين في كوكب الأرض بنشوف السماء بتمطر مية، ولما الموضوع بيكون أصعب شويتين بتكون بتمطر تلج. لكن عمرك تخيلت إن السماء بتاعتنا دي تمطر حجارة؟ أهو ده اللي بيحصل في بعض الكواكب في الفضاء. السماء بتكون طول الوقت بتمطر حجارة بشكل مستمر، وواحد من الكواكب دي هو كوكب معروف باسم كوروت 7 بي. الكوكب ده من الكواكب اللي مش بتدور حوالين نفسها زي الأرض، وده اللي بيخلي الكوكب مقسوم لجزئين مختلفين تماما. جزء منهم وهو المقابل للنجم درجة حرارته بتوصل ل 200 درجة مئوية، أما الجزء التاني البعيد عن النجم فدرجة حرارته بتوصل لسالب 200 درجة مئوية تحت الصفر، حاجة كده مش ممكن يستوعبها بشر. ومن الكواكب الغريبة في الفضاء كوكب معروف باسم بيجاسي بي 51، والكوكب ده بسبب درجة حرارته العالية واللي بتوصل ل 1000 درجة مئوية السحب اللي بتتكون فيه ما بتكونش من بخار المية زي كوكبنا، لكن بتكون من بخار الحديد. يعني السماء في الكوكب ده بتمطر حديد منصهر. عاوزك تهدى كده وتتخيل معايا المنظر ممكن يكون عامل ازاي. وبعدين استنى ثواني، هنروح بعيد ليه؟ احنا لو دخلنا جوه مجموعتنا الشمسية فهنلاقي ان كوكب الزهرة السما فيه بتمطر احماض، وده بسبب غلافه الجوي اللي مليان بحمض الكبريتيك. وعلى ذكر مجموعتنا الشمسية فاحنا بنتعرض الفترة الأخيرة لعواصف شمسية مهولة وغير مسبوقة. الأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية اللي بتطلع من العواصف الشمسية دي ممكن توقف لنا كل أنواع التكنولوجيا اللي وصلها العالم في الوقت الحالي. ومش بس كده، ده أنا هزيدك من الشعر بيت. علماء كتير بيتوقعوا إن لو حصلت بالصدفة وعاصفة شمسية من دول دخلت الغلاف الجوي للأرض فالحضارة البشرية اللي موجودة دلوقتي دي كلها هتنتهي أسرع مما كنا نتخيل. يعني ممكن في يوم وليلة نصحى من النوم ما نلاقيش أي نوع من أنواع التكنولوجيا دي متاح بالنسبة لنا تاني، والموبايل أو اللابتوب اللي في إيدك هيكون حتة خردة ملهاش أي استخدام. وعلى ذكر العواصف الشمسية فأكبر عاصفة شمسية رصدها العلماء كانت في شهر يوليو سنة 2014، ولحسن الحظ العاصفة الشمسية دي ضربت مكان قريب جدا من الأرض لكن ما دخلتش الغلاف الجوي للأرض، الحمد لله. من الحاجات اللي كلنا كنا بنستغربها واحنا صغيرين في الفضاء هي بدلة رواد الفضاء اللي بيلبسوها في أي رحلة فضائية. ويا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو خرجوا منها في الفضاء؟ خليني اقولك ان درجة حرارة جسم الانسان 37 درجة مئوية، والضغط في الفضاء قليل جدا، وبسبب الضغط القليل ده درجة غليان السوائل هي كمان بتكون قليلة جدا. ولولا البدلة الفضائية دي كانت السوائل اللي في جسم الإنسان هتكون فقاعات هوائية. الفقاعات دي كانت ممكن تخلي جسم الإنسان ينتفخ لحد ما يوصل لضعف حجمه تقريبا. هو مش هينفجر لأن جلد الإنسان قادر على التمدد، لكن ده لو حصل فهو ممكن يخلص كل الأكسجين اللي في جسم الإنسان في كام ثانية بس. وحاجة كمان مهمة جدا بتعملها بدلة رواد الفضاء إنها بتحميهم من الإشعاع اللي ممكن يتعرضوا له في الفضاء. الإشعاع ده اللي بيزود الإصابة بمرض السرطان وحروق الجسم وأمراض تانية كتير. وبفضل الله ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا المجال المغناطيسي للأرض علشان يحمينا من الإشعاع ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن الفضاء، لكن سلسلة الفضاء مكملة معانا شوية حلوين. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.